مشاهدينا الاعزاء، اهلا بكم معنا ولقاء جديد ومتجدد وبرنامجكم الاسبوعي اعرف ليه. موضوع حلقتنا النهارده يكون عن العدوان عند الاطفال. هنتعرف اكثر على هذا الموضوع من خلال ضيفتنا الكريمه الدكتوره منى طعيمه، اخصائيه الارشاد الاسري. اهلا بك يا دكتوره منى. اهلا بحضرتك. اهلا بك اهلا دكتوره بحضرتك. منى. بنقول طبعا ارشاد اسري، وده طبعا يعني تخصص مهم جدا. تمام. هيفيد شريحه كبيره جدا، وهيساعد في حل مشاكل كثيره جدا. تمام. موضوع حلقتنا بنقول العدوان عند الاطفال. بدايه كده قبل ما تتطرق للعدوان واسبابه، يعني إيه كلمه عدوان؟ يعني عنف. اه عنف عنف. باشكال مختلفه. عنف ممكن الطفل يبقى موجه العنف ده ضد زمايله، ضد اخواته في البيت، ضد مم. مامته وباباه، ضد مم. اصحابه في الشارع. مم. ضد اي حاجه، ممكن يكسر حاجه. مم. يعني مش شرط ان انا اضرب حد او امد ايدي على حد، او ممكن اقول شتيمه، ممكن اقول الفاظ مش كويسه. مم. ضد اي حد، ضد اي تمام. حد موجود في البيئه المحيطه. تمام تمام. طيب هنقول بقى الاسباب العنف ده او العدوان بمعنى صح عند الاطفال. تمام. اكيد ليه اسباب كتيره، سواء داخل الاسره، داخل المدرسه، داخل المجتمع. هنبدا بالاسره كده مع حضرتك ونقول اللي ممكن يكون السبب المباشر ان الطفل ده بقى عدوان او بيميل لممارسات عدوانيه، سواء بقى مع باباه، مع مامته، مع اخواته. ممكن وجود مثلا لو الطفل عايش لوحده مم. ومامته جابت طفل تاني واهتمت بالطفل الصغير وسابت الطفل اللي في الاول، تلاقيهم الطفل بيوجه عدوان فظيع ضد اخوه الصغير ده. اه. او ان انا اكون بدلل طفلي قوي، دايما بديله كل ما يطلب مني حاجه تلاقيها مجابه من غير لا، من مم. غير اي سبب. اي حاجه يطلبها دايما بدون استجابه فوريه. فوريه، من اه. غير اي مقدمات. اي واحد يطلب اي حاجه من الاطفال تلاقيها مجابه له، وبناء عليه تلاقي الطفل اللي بيوصل لسن معين لو انا جيت اطلب حاجه وما تنفذتش حتى لو مش في امكانيات اهلي، تلاقيه طبعا يوجه عنف شديد ضد اهله. وفي يعني اصرار الطفل دايما على تلبيه رغباته. نتيجه التدليل الزايد ده برضه بيصر، يعني بيزود من العنف. يعني لا لا، مش هتجيبوا لي الحاجه دي، انا هكسر وهعمل ده ما ده دايما. نتيجة مم. سوء تربية من البداية. اه. المفروض في بداية نشأة الطفل ان دايما الام يبقى مقننة كل حاجة. مم. كل حاجة انا بديها للطفل بحساب. مم. يعني انا مش معنى ان انا نبقى مثلا بنشتري حاجة، انا الطفل عايز لعبة واثنين وثلاثة، لا، احنا هنجيب لك واحدة، ولما تعمل كذا وكذا وكذا انا هكافئك على ده. لما تسمع الكلام، لما تبقى مثلا بتعامل اخوك كويس، لما تجيب درجات كويسة، انا لازم هكافئك. ممكن مم. اكافئه بحاجه هو نفسه فيها، تمام. وبناء عليه تلاقي ان الطفل دايما عنده اللي هو ايه، السكينه في نفسه، مم. تلاقيه راضي. مم. مش دايما يطلب حاجه خارج عن اراده اهله. مم. طب اللي في بعض الاسر مثلا اللي الام بيبقى عندها توأم مثلا، مم. فهنا ممكن هل برضو ده بيكون سبب ان ممكن طفل معين هياخد مساحة كبيرة من التغذية، من المعاملة، من السلوك، برضو ده يكون سبب؟ ما هو ده طبعا مم. التفرقه بين مم. الاطفال. المفروض ده احنا الكبار، مم. اذا الاب او الام جت سلمت على اختي او مم. اخويا وحضنته، تلاقي الكبير يغير. اه. يعني احنا بطبيعتنا البشر. اه. فبناء عليه الطفل الصغير ده مم. اول حاجه يعني لازم على طول الخط نعمل الاطفال سواسيه. مم. الاطفال دايما لازم يبقى فيه عدل. اه. عدل في الطبطبه. الرسول عليه مم. الصلاه والسلام كان الله الحسن والسلام. والحسين طبطبه، مم. البوسه، نفس التعامل هو. مم. حتى دايما تلاقي الاب او الام عنده طفل مدلل او اه. مفضل عن التاني. مم. ده ما يمنعش ان انا دايما اكون واخد بالي، مم. واخد بالي ان انا فلان ده انا بحبه اكتر، فلان مم. ده انا بجيب له اكتر من اخوه، فلان ده بخلي بالي عليه اكتر. اخد بالي حتى ولو يا ستي من باب ان هو عشان الطفل يطلع صح، يعني مم. ايه، نفسيته سويه. تمام. ان الواحد دايما يعمل عدل. مم. عدل ده احنا الكبار، صدقني لما بنبقى تروح دلوقتي حضرتك لو رحت زرت اهلك اه. ولقيت اخوك او مم. اختك مامتك خدته ورحبت بيه جدا مم. واستقبلته وحاجه ما فيش بعد كده، انت بتحس انك غيران في حاجه غلط. مم. فدايما الواحد بيحب ان الاهل دايما يبقوا يساووا. مم. المساواه في الحب، المساواه في الحنان، مم. المساواه في التعامل، مم. المساواه في حتى يعني حتى لما بجيب هديه وانا راجع من بره، اه. لازم لو كنت هكافئ ابني ده نجح اجيب لك تاني حاجه برضه. مم. حتى لو ده بس المفروض هو اللي يكافئ، لا اجيب للتاني. مم. علشان صدقني حتى ما يعملش كره بين الولاد. تمام. لازم، ايوه، ده ما مم. بيعملش كره بين الولاد خالص، يلاقيهم يحبوا بعض. مم. لكن لما انا افضل واحد عن التاني، مم. تمام. صدقني اول حاجه يكرهوا نفسهم واخوهم وصاحبهم في المدرسه، يكرهوا ماما وبابا. ليه؟ لانه بيفضل فلان على فلان. طب دكتوره منى، بنقول دايما البنت مياله لباباها اكتر مم. والولد ميال لمامته، مم. ليه تفسير؟ انا شخصيا من اه. واقع حياتي، بص، هو الطفل لحد سن معين، مم. لحد اول سن المراهقه بتلاقيه الولد
تلاقيه يميل لباباه قوي، اه يميل لباباه مع ان مامته حبيبته كل حاجه، بس تلاقيه دايما عايز مثل اعلى، اه دايما فيتجه ناحيه باباه. فتلاقي تمام. دايما الاسره اللي مثلا الاب سايب الام باي شكل كان، مم. مسافر، منفصلين، متوفي، مم. تلاقي الطفل عند بدايه سن المراهقه بيدور له دايما على مثل الاعلى. مم. وده اللي احنا بنقابل مخاطره دلوقتي، ان الاعلام مثلا مم. تلاقي الولد يقتدي بممثل ماسك سيجاره في ايده، وممثل بيقول الفاظ مش لطيفه، ممثل فاتح القميص مش عارفه ايه، ممثل مربي شعره مم. فتلاقي ان الطفل دايما الام دي منبع الحنان. تمام. سيان ولد او بنت مم. من صغرهم، صدق اليتيم مم. دايما يقولوا انه يتيم الام اه مش يتيم الاب. اه ليه؟ لان لو الام ما كانتش موجوده مم. مفيش حاجه اسمها حنان. مم. الطفل ده هيتربى على القسوه، مم. قلبه ده هيكون مليان جحود، هيجي برضو عمره ما هيبقى سوي بعد كده. هتلاقيه لما يكبر ما بيعرفش ينشئ اسره، مش قادر يدي حنان لاولاده اللي هو اتحرم منه. هتلاقيه برضو التعامل مع مراته مش كويس. وبناء عليه انا ما اقدرش اقول لك ان، يعني من واقع خبرتي، ان ما اقدرش اقول لك ان الطفل فعلا البنت بتميل لباباها من صغرها والولد بيميل لمامته، لا، انا شايفه ان هما الاثنين، ان الام مع بدايه الطفل من هو صغير وتربيته، ان الام لازم 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 تكون متواجده. وحد سن معين ان فعلا البنت بتبقى عايزه اب اه يبقى سند ليها، حمى ليها، ظهر ليها، تبقى ماشيه في الدنيا كده زي مش خايفه من حد، زي بالظبط اللي بيبقى بيصلي. اه اما تنزل الصبح نصلي الصبح وقاري وردك، او لو يا سيدي ما قريتش وردك، قريت اي حاجه من القران خفيفه من اللي انت حافظها، المعوذتين، تحس ان انت واخد الدنيا كده بصدرك، مش خايف، عارف ان ربنا معاك. زي ما تقعد مثلا في العربيه وتقرا ايه الكرسي، تحس ان كده كده انا استريح. الحمد لله انا كده كده متاكد ان انا هوصل بسلام. بالظبط، انا مقتنعه 1,000,000% مهما الدراسات قالت ان الاب والام لازم يكونوا موجودين من البدايه مع الاطفال. سلوك الاب والام والتعامل داخل الاسره عليه عامل كبير جدا في اكتساب السلوك، سواء عدواني او سلوك حسن او سوي. تمام. او سوي. تمام. تلاقي دايما الام والاب اللي على طول في خلاف، ان الاب اللي بيمد ايده على الام، ان الام اللي تخبي على الاب. يعني دايما تلاقي مثلا احنا رحنا مكان، ما تقولش لبابا لما يجي ان احنا رحنا مكان فلاني، اوعي تقولي لبابا ان احنا عملنا خطأ كذا. طبعا. خطأ فظيع. ليه بنعلم الطفل الكذب؟ بنعلم الطفل ان هو دايما ما يبقاش عنده بنمحي البراءه. البراءه اللي هي انك تبقى طبيعي، انك تبقى هو دايما العاده نسمع ان الطفل بريء ما بيكذبش، يعني يقول لك الطفل عمره ما يكذب، يعني لو سالته مش هيكذب. احنا بقى اللي بنخلق فيه كده، احنا اللي بنخلق سلوكه الوحش. بس مكتسب، هو كده سلوك مكتسب من الاسره. تمام. ده دور الاسره. ممكن ايضا السلوك العدواني نشوفه داخل المدرسه، وممكن يكتسب من المدرسه، يعني من خلال الاصدقاء، من خلال الزملاء. تمام. ممكن حتى نكتسبه من الاعلام. ان انا مشاهد الدم اللي انا بشوفها على طول، كرتون اللي احنا بنتفرج عليه، الولاد 24 ساعه. في برامج فعلا ممنوع، المفروض الاعلام يمنعها ان الاطفال تتفرج عليها. ضرب وخناق، ومش لعب ولا زي زمان كده، الحاجات الخفيفه، كابتن ماجد، حاجات ناعمه وخفيفه ما تخليش البني ادم يبقى عنده نزعه عدوانيه. لا، احنا دلوقتي تلاقي قاعد فيلم كله مشاهد مش لطيفه. المدرسه، مدرس مثلا مضطهد ابني. البيئه بتاعت المدرسه دي عامل اساسي 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 في تربيه الاطفال. وبناء عليه احنا اصلا بيطلع عندنا نشء، يعني ما اقدرش اقول لك، الاطفال مهما تحاول في البيت ممكن المدرسه تبوظه، ومهما المدرسه تحاول ممكن البيت يبوظه. وبناء عليه لازم الاب والام يكونوا متكاتفين ومتواعدين، وفعلا يعاهدوا ربنا ويعاملوا العيال ده بما يرضي الله، عشان يطلعوا جيل محترم مثقف سوي من جوه، يقدر يفيدنا ويفيد المجتمع ويفيد بلده، ويجعلنا ان شاء الله من اهل الدنيا واهل الاخره ناس صالحه. تمام. المجتمع والبيئه المحيطه او العوامل الموجوده داخل المجتمع، خاصه سواء في البيئه الريفيه او البيئه المجتمعيه الحديثه، لها تاثير ايضا سلبي او تاثير ايجابي على شخصيه الطفل وسلوك الطفل. تمام. طيب دلوقتي في شقين. نعم. البيئه الريفيه والبيئه اللي هي المدينه. تمام. بص، الأسرة دي متواجدة في الريف، متواجدة في المدينة، هي أسرة، هو تمام. كيان أب وأم. أنا من الريف ورحت قعدت في المدينة، مش معنى أن أنا من الريف وقعدت في المدينة يبقى أنا أنا بني آدمة خلاص دول غير دول. لا، إحنا اتربينا على عادات وتقاليد وأسس ومبادئ
اب بيقول لا، ام بتقول ده ينفع وده ما ينفعش، حرام حلال. مم. احنا اتربينا على حاجات المفروض تبقى هي الرواسخ بتاعتنا، ما ينفعش ان احنا نغير فيها. ما ينفعش مهما، طب ناس كتيره جدا بيكونوا من الريف ويسافروا يقعدوا مثلا في دول اوروبيه، وتلاقيه برغم كل حاجه انسان اللي باباه ومامته رسخوه فيه موجود، مهما يروح هنا مهما يروح هنا مهما يروح. فاحنا انا ما اقدرش اقول لك ان لا ده غير ده، لا احنا اللي بنعمله من البيت، احنا اللي بنعمل الفوارق دي من البيت. احنا لا اصل انا ابني في مدرسه لغات، لا 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 اصل ابني في مدرسه حكومه، لا. البني ادم هو اللي بيعمل كل حاجه. الاسره هي اللي بتربي، الاسره هي اللي بتنشئ جيل صح، الاسره هي اللي فعلا مهما راحت ومهما جت ومهما قعدت في اي مكان المفروض يبقى عندها رواسخ، ما ينفعش تتحرك تمام. فيها. طب دكتوره منى، غياب الاب والام لمسافات طويله، سواء الاب بيسافر او الام كانت بتسافر عن البيت، ده بينعكس على سلوك الاطفال او سلوك الابناء داخل الاسره. تمام. هنا بيغيب بقى عنصر المتابعه او متابعه الام والاب، وده مهم جدا. تمام. زي اللي انا قلته لك في الاول ان لازم الاب والام يكونوا موجودين. يعني لما بقى حد يتوفى او نتيجه طبعا الانفصال اللي زايد بشكل مرعب دلوقتي، وخصوصا قبل ما بيكملوا سنه تلاقي الست لسه حامل وتلاقيها سابت البيت، الطفل بيطلع مش عارف مش عارف باباه، وممكن يحصل خلاف كبير جدا وياخدوا الاطفال من الام ويسيبها كده. فانا دايما الاتزان، دايما لو الام اتحكم عليها مثلا ان خلاص ان عدم وجود الاب ان هو توفى، ان هو فعلا مسافر علشان يجيب رزق اولاده او كده، المفروض يحصل توافق، يحصل تحاول دايما ان هي دور الاب ما تلغاهوش حتى لو متوفي. دايما تخلي لهم حد مثل الاب، خالك، عمك، حد موجود برضو بالصيغه والشكل اللي الطفل في يوم من الايام هيحتاجه. تمام. زي ما قلت لحضرتك ان في سن معين ان الطفل هيحتاج فعلا لقدوه يحتذي بها، وخصوصا الولد. لكن البنت كده كده اذا ما حسيتش بالامان وما حسيتش ان ليها ظهر، صدقني بتطلع انسانه مش سويه. تمام. في نهايه اللقاء الدكتوره منى طعيمه، اخصائي الارشاد الاسري، كل الشكر لك يا فندم على هذه المعلومات، ونرجو لكل الساده المشاهدين والاسر المصريه يكونوا استفادوا من حلقه النهارده عشان يتابعوا اولادهم يخفوا من السلوك العدواني بالنسبه لكل الاطفال عندهم. اشكرك جدا دكتوره منى ونورتين. شكرا. شكرا لحضرتك. شكرا لك فندم. مشاهدينا الاعزاء، بكده نكون وصلنا لختام حلقه اليوم، وشكرا لكم على حسن المتابعه. للقاء في الاسبوع القادم موضوع اخر جديد واعرف ليه. شكرا لكم والى اللقاء.